انا سافرت اكتر من 500 كيلو عشان احضر اقدم واغرب الاسواق الشعبيه في جنوب السعوديه. يلا بينا. سوق السبت في مدينه الباحه اللي عمره اكتر من 400 سنه، وكلمني صاحبي بدر الغامدي وحركنا من جده يوم الجمعه بالليل، علشان السوق ده بيكون يوم واحد بس في الاسبوع، يوم السبت. واول ما وصلنا على السوق حسيت ان انا رجعت بالزمن. شفت حاجات غريبه قوي في السوق اللي عمري ما توقعت ان ممكن اشوفها في السعوديه. وصلنا دلوقتي لاغرب حاجه في السوق. سامعين صوت الديك؟ وصلنا دلوقتي لاغرب منطقه، وهي منطقه الطيور اللي شفت فيها انواع طيور كتير جدا ومختلفه واسماك، وكمان موجود عصافير الزينه. واجمل حاجه عجبتني في السوق ان هو واخد الطابع التراثي، واتفرجنا على الملابس التراثيه، وكمان خدت فكره كبيره جدا عن الاسلحه اللي بيلبسوها في جنبهم في وقت المناسبات. ودي من اغرب الحاجات اللي شفتها في السوق، اسمها جنبيه سعرها 2000 ريال، ودي مشهوره جدا مع اللبس السعودي في جنوب السعوديه. وكمان موجود في السوق كل انواع العسل الطبيعي. عسل السدره طبعا. السدره؟ هذا السدره. طبعا في عندنا عسال السدره، في السمره، في الطلحه، في القرضه، في الضهيانه، في المجرى. بكام الكيلو من ده؟ الكيلو هذا على 300 ريال. ما شاء الله. كلها اعسال المنطقه. اتمشينا شويه في السوق اللي عجبني جدا بصراحه، وطبعا ما تنساش تتابعني عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. ولو انت رحت سوق السبت قبل كده يا ريت تكتب لي في التعليقات. وسلام عليكم. تجربه جامده قوي، وانا كان بالي كتير قوي عايز اجي السوق ده، بصراحه عجبني جدا جدا. عجبك يا بدر؟ بعيش من 20 سنه وانا فيه. بتيجي هنا من 20 سنه؟ 32 سنه. ما شاء الله. يعني انت من اول ما اتولدت جابوك هنا؟ من عمري سنه.